حي نخيلات. إذا كما ترون معنا هنا الآن يعني مجموعة من الأولاد والشباب ورجال ونساء هذه المنطقة يشتكون إلى يعني رؤساء الجماعة الحضرية خاصة بقلميم، لكن لم يستجب أحد. تم رفض يعني دعوتكم، يعني الشكاية ديالكم تم رفضها. إذا أحد يعني الأسباب اللي خلاهم يعني يقوموا بالاحتجاج هو كان مطلبوا من الكاميرا تجي معنا باش نشوفوا يعني بعض السلبيات يعني هذا الواد. يعني الجسر يعني هذا الحائط يعني كان واصل حتى لعند هاد فين واقف هاد الشاب هذا، كان واصل تمايا، ولكن مع يعني قوة انجراف يعني الرد الميوي أعرف يعني سرعة المياه كانت يعني قوية. إذا هما كيطالبوا دابا يعني السلطات ورؤساء المجالس. اشنو كان هنا؟ سيدي قلت لك هنا كانت شي 25 فياج هنا ولا 30 فياج هنا تيا كامله زارد بقات مترونس ولا جوج متر بينهم مع هذا الحيط هذا. حنا التهديدات هذه مهدد علينا هذا الواد من 86 دائما كنعيشونا في الخطر، ولكن والله اعلم الا صبرت قاد على حقاش. كاين واحد المقطع هنا كيقطعوا منه الناس لمحيريش كيتهدد علينا منه الواد الملاشر، وكاين واحد السياج درافين ديال التشبيك حتى هو راه طاح هاد اليامات، طاح غير من مور الفيض. ما لو كان جاب الله طاح مزال الفيض كاين غادي يعلم الله اش غادي يوقع. شوف راه غادي تشوفوا الكاميرا دابا، وراه هو قريب ماشي بعيد ولا شي حاجه يجي المسؤولين يشوفوا ولا شي لجنه ولا شي حاجه. راه حنا ما كنكذبوش، رانا ساكنين في واحد الخطر ديال الواد، خطر تهديدات كبيره بزاف من 86 وحنا كنشوفوا هذا الشيء هذا، وراه بزاف موتي زعما. بغيت نسولك واش حتى انت الديور مزيان؟ هاي مغطي هاي واش وصلك الماء؟ ما بقى اللي يوصلني بحال الناس يعني ما بقاش، ولكن حنا تهديدات باينه مباشره غادي يجينا الواد، يعني بقات 50 سنتيمتر طلع الواد. يجوا الجنان نشوفوهم نوروهم حنا فينا بلاصه كاين، راه طاح الحيط، راه الحيط ديالنا طاح، ولكن هذاك الشيء حنا كيولي اللي كيهمنا حنا وهو من العشار كتهدد علينا. بغينا واحد الشياج يبدا من هذه المنطقه هذه من عند النخيلات، راه باين واضح منا عند النخيلات غادي يكون حتى عند القنطره الجديده، ما ربما يتحفظوا الناس بعدا. راه كاينه واحد 500 درهم ولا 600 درهم هي غادي تمشي ضحيه، فيهم الاولاد فيهم الشيب فيهم الشباب فيهم العزيز فيهم الناس اللي ما كيشوفوا المكفوفين فيهم جميع المسائل. خاصنا الله يجازيكم خير كونوا نقدونا الا بغيتوا تنقدوا شي حاجه في هذه اللحظه هذه. راه انتم عارفين كل بلاصه المغرب كامل هذا الفيضان هذا عامه فيه، حنا وحدين من دوك الناس اللي مضرورين، حنا مازال ما مشى منا حتى شي واحد، ولكن ما ربما والله اعلم، والله اعلم، العلم والله هذه البدايه ديال العام مازال البحر الجديد البحر الاول ديال العام، والعلم والله اش غادي يوقع. حنا كنطلبوا من اللجنه وكنطلبوا من الناس المسؤولين يجوا ينقذوا لنا هذا السياج، يديروا واحد السياج هنايا ما ربما والله اعلم يقدر يحفظنا من خطوره المياه. هذا الشيء اللي عطى الله. شكرا. بزاف. اذا معنا احد يعني الاخوات هي ايضا متضرره من هاد الفيضانات هذه، وغادي نسمعوا ايضا هي يعني الاراء ديالها حول هذه الفاجعه هذه وعلى ما ضرها الدار ديالها كتمشقه. المهم حنا الان كنتواجدوا بوسط واد ام العشير كساكنته المحليه يعني في الشتاء والصيف، ولكن مع الاسف الشديد فآهاتنا واصواتنا لم تصل بعد الى المسؤولين، وخصوصا السيد الوالي نناشده ان يقوم بزياره لنا في هذه الاحوال لكي يرى ما نعيش عليه من يعني من تضررات من فيضانات واد ام العشير السائله. اذا على ما اظن راسلتوا الناس. قمنا بمراسلة عدة جهات، يعني قمنا بكتابة يعني مطالب ديالنا وديناهم الجهات المسؤولة، ولكن لحد الساعة لم يصلنا أي تقرير وأي. اذا عندكم المطالب ديالكم يعني ديما على ما اظن عندكم نسخه ديال الشكايه ديال الشكايه والمسائل. اصلا يعني ساكنه جد مهمشه، لا اناره، والكلاب الضاله اصبحت ترافقنا اينما حلنا وارتحلنا، يعني في قمه الهشاشه، ولا احد يستجيب لمطالبنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا احد الساكنه ديال شارع نخيلات حي النوادر، متضرره بقناه الصرف الصحي التي انشئت في وقت قديم، ثم زارنا القايد يا أولنا مسهون. مطالب ديالنا هي يعاودوا لنا قناه صرف صحي كرفصتنا في هذه السحاب الفايته هون في هذا الشارع شارع نخيلات حي النوادر،
وما زارنا حد، رجع لنا على الديار ديال قناه الصرف الصحي. احنا الان في واد حي النواذر، شارع حي النخيلات. وهذا الحي فتنا شكينا وقدمنا شكايه للبلديه ديال قليميم، ومازال لحد الساعه الشكايه الطلب اللي طلبنا ما هو لبنا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، من ليله الجمعه الفايته ليله السحاب الناس بايته قاعده في ديارها، شي فوق الحيوط وشي خرص الواد مهدد هذا الحي كله هو. لهذا نطلب من السلطات يعنيها الامر باش توفر لنا هذه الامكانيات. واحد الواد الحار يدوز على الواد الحار، طلعنا للديار الليله اللي جات الفيضانات، طلعنا الواد الحار للديار. شوف، دائما مهددين في هذه البلاصه هذه، دائما مهددين مع النخيلات. كيطلع علينا الواد انت ما تنجي مع يحزنا. كنبقاو هنا بحال وسط البحر صافي، نبقاو في الوسط. يجيب الواد من القدام ويجي من اللور، ونبقاو مهددين هنا ثاني. نبقاو نهربوا نخلوا هذا الشيء على مود. احفر برا الديار طاح لنا هذا الربع، راه غير عاودناه. هذا الربع ديال الدار 85 طاح مشى. وكنتمناو من المسؤولين ايضا توصلهم هذا الميساج هذا. السيد والي جهه قليميم بالسماره ايضا نتمنى يتفقد يعني هذا الحي هذا وهذه المنطقه. يعني ما غاش نقولوا انها متهمشه، ولكن الناس ديالها يعني لديهم يعني سلوكات يعني وافكار كتكون في المستوى، ولكن حنا ما يمكنش اللي غادي يوصل لهم الميساج هذا.